صلى الله عليك يا فاطمة، صلى الله عليك يا فاطمة، صلى الله عليك. أيها الإخوة، حتى نتحدث عن مظلومية الزهراء وعن مصابها صلوات الله وسلامه عليها، لا بد من هذه المقدمة الضرورية اللي بين قوسين أجزم الأعم الأغلب من المسلمين هم في غفلة عنها قطعا. الله سبحانه وتعالى قال فتشوا اللي جرى مع الأمم السابقة راح يجري معكم، صحيح؟ لتركبن طبقا عن طبق، مثل ما جرى على السابقين يجري عليكم ومعكم. ولذلك الباري تبارك وتعالى قال أنتم لستم بمنأى ولا بمنجات عن الذي جرى على الأمم السابقة. فتشوا كل اللي قال الباري عز وجل عن السابقين، أكو إلى مناظر مشابه مماثل فيكم، في الصالح والطالح. على فكرة في الصالح والطالح يقول الباري عز وجل من جملة الأشياء اللي جرت على السابقين، هنالك بعض من الشخصيات شغلها تكتم الحق عنكم. هذا شغلها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. تم التبيين من قبل الله عز وجل، ولكن هذولا بعد التبيين الإلهي اجوا قعدوا حاجز، صدوا هذا البيان الإلهي عن أن يصل إلى الناس، قعدوا بالنص ملتفت، صدوا الناس عن أن تكتشف الحقائق. طبعا وإحنا مغمضين نعرف هؤلاء رجال دين، صحيح؟ إذن فهذه الآية تتحدث عن الذين تشبهوا زورا وكذبا بالدين، التفتوا وأصبحوا حاجز صد بين الناس وبين الذي بينه الله للناس، بين الناس وبين الحقائق الإلهية التي أراد الله عز وجل أن تصل إليهم. زين، قال أولئك شنو جزاؤهم؟ أولئك يلعنهم الله، واللعن الطرد من رحمة الله، فلا ترضي الولاة لا ترضي آل محمد. إذا غضبت عليك فاطمة خلاص انتهى، احترق الفيلم، صح؟ إذا غضب عليك أمير المؤمنين، إذا طردك الحسن أو الحسين، شوف لك شارة نفسك بالعامية، واضح؟ أما إذا الولاة السياسيين خليهم لا يرضون، يا ريت. هذه نفس الشيء، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ذولا فئة مجموعة الله عز وجل جعل لعنتهم على التوالي من لعنته لهؤلاء. يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله، التفتوا نص ثاني هذا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. الله أكبر. يعني ذولا واضح، بعد ذولا عد دفع، تدفع أزيد، الحقيقة الفلانية نشيلها، الحقيقة الفلانية نحرفها نخربها، عد دفع كيفك، ادفع زايد احنا نلمعك، إذا صورتك ملوثة إذا صورتك مشوشة احنا نلمعك، رتب حالك بفلوس. مو أنا جاي أقول، هذا القرآن يتحدث، هاي نظرية من أخطر النظريات حقيقة، أخطر لوبي مر على الأمة الإسلامية هذا اللي يتحدث عنه القرآن. زين، يقول الباري تبارك وتعالى أيضا، يقول الباري عز وجل عن فئة ثالثة أو نفس المجموعة بس بعمل آخر لهم، يقول ذولا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله أكبر. يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني قاصدين عامدين بشكل منظم مضبوط أن يكتمون هاي الحقيقة. وإن فريقا منهم، زين، يقول عنهم قبلها طبعا يقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أكو واحد ما يعرف ابنه؟ بقوة معرفتهم لأبنائهم يعرفون الحقيقة، ولكن يكتمون الحقيقة وهم يعلمون. شوف إخواني في تذكرة الحفاظ يقول معاوية انطى أمر، قال أي حديث ممنوع الدونونة تكتبونه إلا حديث وردكم في عهد عمر، بس لهنا وأوقفوا وراه، بعد ما نتقبل حديث، أي حديث يجيكم وراء هاي الحقبة ممنوع الدونونة، ممنوع تحترفون به أصلا. ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج يقول كتب للأمصار، طور العمل، التفت، طور العمل بعد أكثر. يقول كتب للأمصار، قال إذا واحد من شيعة عثمان
روى في فضله شيئا فله مني الصلات. شنو الصلات؟ فلوس، العطاء. إذا يروي في فضل عثمان إلى مني الصلات، فلوس أنطيه. زين، يقول هذا الخبر من انتشر في الأمة الإسلامية، أعطيت المصدر، يقول فأغرقت الآفاق له فضائلا، بعد صار بيها فلوس، جيب وتعال، جيب وعبي، جيب وخذ. زين، يقول إلى درجة أنا أعبر من عندي صارت المسألة أوفر بعد، يعني مو لهالدرجة، إيش دعوة، إيش دعوة هالقد فضائل إله، مو معقول. فكتبوا له، قالوا له، انطوه خبر، قالوا له يابا ترى المسألة زادت فاضت عن حدها. قال حولوا إلى باقي الصحابة، كتبوا فضائل على باقي الصحابة، لكم مني الصلاة. وانتبهوا، قال لهم ركزوا، إذا أكو فرد فضيلة لأبي تراب ضعوا ما يماثلها لغيره، فهو أقطع لحجته وحجة شيعته. زين، حتى يصير المطر مساوي. شنو قال عباب خيبر؟ أنا نجيبنا فد واحد هم نطيف منقبة بالشجاعة، انولد جو في الكعبة، حزام حكيم بن حزام من ولد جو في الكعبة، وهكذا رتبوها حتى تموع القضية، المسألة ما تصير لها خصوصية لعلي عليه السلام. زين، ابن الجوزي، يعني نتحدث 597 للهجرة، ابن الجوزي يقول هاي المسألة كلش مأذيتني. شنو هي؟ قال كتبوا في فضائل الأول من المناقب ومن الفضائل ما يمجها العقل، أصلا العقل ما يقبلها. ليش؟ يقول مضادة لما قالته الرافضة في علي. طبعا الرافضة، ميزة فضائل الرافضة لعلي عليه السلام موجودة في كتبكم، صحيح؟ احنا ما قايلين كل الفضائل اللي نقولها إما شوية أخف أو يعني مثلها مماثل إليها في كتبكم، موجودة ولله الحمد تبارك وتعالى. فشاهد الحال، مرة من المرات، يعني هذا من مصادرنا، يعني حتى خاف واحد من مصادرنا الخاصة، يقول مرة التقت عائشة بأبي هريرة، فشافت النعمة اللي عليها هو وكذا، والملبس والحشم والخدم والى آخره، فيقول استنكرت عليه هذا. قلت له خير، شو القضية؟ ماكو شيء، خدم وحشم كلك صعدت نزلت، راوي حديث، ايش دعوة؟ فقالها كفي يا أم المؤمنين عني، فوالله، اسمع، فوالله لقد عمدت إلى 700 حديث في فضل علي جعلتها في فضل أبيك وصاحبه تمشية لحالهما، تمشية لأمرهما. تستكثرين علي شوية ملبس، شوية خدم حشم، أصلا أنا اللي رفعتكم، أنا اللي كبرتكم. ملتفت شلون؟ أنا أوصل المؤمنين جميعا، إذا تريد تعرف عصارة خلاصة لما جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله، خطبة التوحيد لأمير المؤمنين عليه السلام، آخر الخطبة، آخرها تحديدا من هذا المقطع. عندنا محاضرة نكمل، الباقي عليكم إن شاء الله، جزاكم الله خير، ثم الوعي والثقافة. تحديدا هذا المقطع: لقد عمل الولاة قبلي أعمالا عظيمة خالفوا فيها كتاب الله وسنة رسوله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده. وشوف المصايب اللي يذكرها أمير المؤمنين، شنو اللي صار. شاهدنا وين؟ شاهدنا اخواني. فهذا يقول هذا موجود كتم ما انزل الله من الحق. طبعا اكو ملاحظه جدا مهمه، هي هاي كلها احكي اريد اوصل هاي الملاحظه. قبل الملاحظه، في ايام المتوكل رجل من علمائهم، هذا الطبري ذاكرها، يقول رجل من اجله العلماء في البلاط العباسي، يعني تدري هذا فقيه في البلاط العباسي إلى ميزة، مو من علماء السلاطين، يعني من فقهائهم، فإلى ميزته وإلى حصانته المفروض، وشغلة دبلوماسية يعني مو سهلة. هذا الرجل قال في واحد من دروسه، ذكر هاي المعلومة، قال تدرون في المباهلة في حادثة المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا. قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله، هاي بديهية احنا الآن مسلمين بها والحمد لله موجودة ومشهورة، بس نقلها. قال لهم ما أخرج من المسلمين من الرجال إلا علي،
عليه السلام، بس هاي اللي قاله. يقول فدز علي قال لهم هذا حموله قير زفت وصبوه على راسه. راحوا ينفذون به الحكم. يقول فقاموا له بعض الوزراء والقاده قالوا عمي على كيفك، هذا من ربعنا من اخوتنا من كذا، ما يصير على كيفك. فقال لهم خلص الحكم، خليه يمضي انه بعد لا يدرس ولا يدعي الفقاهه ولا يذكر شيء، يسد بابه ويقعد الى ان يموت، الى ان يلقى الله. فضيله من فضائل علي عليه السلام، وبديهيه يعني ما بيها فد عمق، يعني قلع الباب او مثلا نورانيه علي بن ابي طالب في العوالم، لا مساله بديهيه في التاريخ معروفه وفيها نص قراني بهالوضوح ما تنذكر. سؤال جينا اللي اريد اقوله، العصاره مال هاي المقدمه، سؤال هذا في باب الفضائل والمناقب، زين في باب التبري والمثالب لاعداء ال محمد يقدر واحد يسولف؟ مستحيل. انت تتحدث عن امرأة وقفت بوجه السلطة، معقولة يتركونها وشأنها ويقولوا لك انظلمت وعلى يد كبار السلطة وقتلت على يد كبار السلطة؟ هذا معقول الحكي؟ فقطعا يا مسلمين يا شباب يا غيارة، مو كل سنة هذا الموضوع ينثار، من يقول مظلومية الزهراء، من يقول صحيحة، وشلون وهاي الرواية وذيك الرواية، وخاف ذكر هذاك وسندها صحيح يو ضعيف. عمي مو هيك الحكي، والله مو هكذا تؤكل الكتف. انت جاي تتحدث عن موضوع اخذ كل ظروفه الموضوعية. الزهراء طلعت ضد من؟ جبيلها ياهو. بعد حادث الزهراء السلطة ضعفت يو قوت، المال والسلاح بيد من؟ مسموح الحكي وما مسموح الحكي، وهكذا. فش تسوي؟ لازم الإنسان العبقري اللي يرقب الله سبحانه وتعالى ويقول والله أكون منصف، شو يسوي؟ لازم تفتر تدور فلتات اللسان وتجمعها كلها وتشوف شو طلعك بيا نتيجة. هل فلتات اللسان تقوي موضوع مظلومية الزهراء يوضعفه؟ مثلا على سبيل المثال موضوع الغضب والرضا في البخاري، أن فاطمة ماتت غاضبة بل واجدة عليهما. ليش؟ فسرون غضب الزهراء لم تكلمهما من رأسها كلمة واحدة. هذا ما مفسر، هاي فلتة في التاريخ وفي البخاري، هاي ما حد يقدر يفسرها. ليش غاضبة؟ لماذا؟ اللي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ليش ماتت واجدة شديدة الغضب عليهما؟ لماذا؟ ما الذي جرى؟ أو مثلا حين نقرأ في وصية الموت للأول لمن أسس أساس الظلم، قال وددت، ما لنا علاقة بالتفاصيل الوصية بس موجودة، يعني قال 3 أشياء أنا مسويهن تمنيت ما مسويهن، و3 أشياء ما سويتهن تمنيت مسويهن. ما لنا علاقة شنو علاقة بي؟ تمنى براحتك. إن علاقة بفلتة اللسان، إن الأشياء اللي سواها وتمنى ما مسويها. قال وددت أني لم أكشف بيت فاطمة ولو أغلقته على الحرب. الإنسان عند الموت إذا تيقن الموت ما يجامل بعد ولا خايف من شيء ولا منتظر شيء، يحكي الحقيقة كما هي. زين. عبد الله بن الزبير اخواني، هاي امثله انا جاي اجيب شيء بصوره سريعه جدا عن فلتات اللسان في التاريخ. عبد الله بن الزبير اختلف ويا الساده ويا بني هاشم، فجمعهم في شعب ابي طالب وجمع حطب وقال اليوم احرق الساده كلهم، كل بني هاشم احرقهم في شعب ابي طالب. تدخلت الناس والجاويد والعشاير قالوا له عم من الشاقه يا معود مو هيك الحكي، صديق كذي بساده اولاد رسول الله، شو تقول عنك تاريخ المؤمنين كذا. فربعه قلبوا عليه، قالوا له احنا صح قلنا لك يلا وتعالوا بس مو لهالدرجه يصير. المهم رفع اليد عنهم قال خلص. يقول فاصبحت سبه على ال الزبير في التاريخ، كل ما واحد يختلف وياهم يعيرهم بمن؟ انتم لو بكم خير تحرقون ذريه النبي. فقام مصعب أخوه في البصرة حين عيره القوم، هل البصرة عيروه؟ حين عيره القوم بهذه الفعلة، فقام معتذرا عن أخيه. معتذرا بشنو اعتذر؟ وألزم الناس الحجة وأخرسهم، سكتهم، قال لهم لئن كان أخي قد جمع الحطب الجزل فما عدا في ذلك سنة عمر.
فقد جمع الحطب الجزل وقيل له إن في الدار فاطمة قال وإن وأضرم الباب. قالوا له ها شو الصدق خلاص انتهينا من عيركم. صح. هذا إخواني ما ممكن للباحث العاقل المنصف يقفزهن، ما يصير. زين أنا أسأل سؤال، يعني أنت لوازم الهجوم، يعني جيش السلطة هجم على بيت المعارض، بيت فاطمة عليه السلام. زين قوة السلطة وتهجم على البيت المعارض، ايش تتوقع؟ يعني مثلا طشوا شكليته وورد وطلعوا لو شنو يعني؟ طبعا هاي يصير لو كسروا باب، لو كسروا ضلع، لو هاي داسوا حرمة البيت، صح لو لا؟ شو يصير يعني؟ شو يصير مثلا؟ هاي اللوازم. فأنت مو داعي، ما له داعي يعني، ما من المنطقي في شيء أنت تجي تعال ثبت لي اللوازم، خلي لا تثبت اللوازم، أصل الحدث وقع. زين. على كل حال أنا ما أريد أستعجل، يعني بعض الأبحاث ربما تأخذ وقت المحاضرة كلها، يعني هالمقدار أتوقع صار واضح يعني شنو أقصد من فلتات اللسان. فأنت مو سهل تجي لي في باب المعارضة للحكم وفي باب المثالب لرجال السلطة اللي هم الطراز الأول الرفيع في هذه السلطة، وتطالبني لازم التاريخ يحكي لي أدق التفاصيل. هاي ما موجودة، هذا جاي تطلب المستحيل. مو منهجية منطقية هاي. المنهجية المنطقية أكو لوبي يشتغل يفلتر، يزيف الحقائق، يعني يخففها، يجزئها، يبعضها، يحذف بعضا ويترك بعضا. أنت اشتغل بهذا المنطق، بمنطق استقصاء فلتات اللسان. شوف وين توصلك. إذا ما وصلتك للتواتر المعنوي يمي والله حدث مظلومية الزهراء تواتر معنوي أكو، إذا تجمع كل فلتات اللسان عبر التاريخ. بس هذا الشيء مهم إخواني. وتجعلون رزقكم شنو؟ تكذبون. أكو ناس رزقها أنها تكذب. حاط رجل على رجل، واحد رزقه صلاة ليل، واحد رزقه يصير مفسر قرآن، واحد رزقه يشرح روايات، واحد رزقه هاي أرزاق. هذا رزقه أنه يكذب. اجت الرواية قال من يقول صحيحة، اجت الآية قال فهمك من يقول صحيح. يا بچا وين نوديك؟ فهمنا شو تريد أنت؟ هو منطقه التشكيك، رزقه التشكيك، تكذيب. هذا أصلا مو أهل أن يناقش إخواني، مو صحيح. تدخل وياه بدوامة إلها أول ما لها تالي. يجعل رزقه التكذيب، كذب، مو صحيح، مبالغات، هرطقة، حكيكم، ما أريده، زندقة. ثم ماذا؟ وين توصل؟ لا يستقر حجر على حجر. زين. بهذا المنطق أي واحد من عندنا، مو بس أنا وغيري، أي واحد قادر على أن ينسف حقيقة الحقائق، أي حقيقة الآن. زين. عندنا السوفسطائيين طلعوا بالتاريخ البشري 1 زائد 1 يساوي 2، عندهم تشكيك عليها. زي هاي شلون شو تسوي؟ إلى متى يعني؟ 1 زائد 1 يساوي 2 مو صحيح، اثبت لي من يقول، ومنو خلى 1 زائد 1 يساوي 2؟ هاي نراد لها يعني نبدل كل نظامنا التفكيري في أدمغتنا، نبدلها حتى نتعايش وياهم. ما يصير. فأي جزئية تجيبها إلى في مسألة موضوع مظلومية الزهراء قال لك الراوي ما عرفه، مجهول. الجزئية الثانية يابا التاريخ يقول ماتت غاضبة. صحيح لو لا؟ فهذا مو منطق إخواني، هذا مو منطق. أنت الحدث بأصله أن فاطمة تعرضت لظلامه، اجمع المؤيدات، فلتات اللسان كلها تطلع بحصيلة أكو حدث قوي، أكو مظلمة صعبة. فمن جملة الأسئلة إخواني، من جملة الأسئلة حتى لا أنسى ويأخذنا الوقت، أولا مثلا إجا واحد قال لك يابا لو كان مصاب الزهراء فعلا حقيقي وواقعي ما هو بنهج البلاغة؟ زوجها أمير المؤمنين، لا تصريح ولا حتى تلميح، ما ذاكر الموضوع الإمام علي، بينما ذاكر كل شيء، الخلق والنمل وكل شيء في نهج البلاغة. الجواب إخواني، أولا جامع نهج البلاغة من هو؟ شريف الرضي رضوان الله عليه. شريف الرضي هو يقول أنا أولا ما جمعت كل خطب الإمام علي، بعضهن جمعت بعض خطب الإمام علي. العقل هنا يقول إذا مجمع البعض
ممكن أن هذا الموضوع ذكر في البعض الغير مذكور، في بعض غير المذكور ممكن. ثانيا الشريف الرضي قال بعض الخطب أنا ما متممها، نص ربع ثلث الخطبة ونقلته بس ما متممها، إما ما وقع بيده إما يعني أسباب كثيرة ما لنا علاقة. هذا واحد. اثنين إخواني، منو قال الإمام علي ما لمح عن مصاب الزهراء عليه السلام؟ قروا خطبة 202 تحديدا لما يقول أمير المؤمنين يسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك. إلى أن يقول له وستخبرك أو وستنبيك ابنتك. اسمع، وستنبيك ابنتك، تنبئك يعني تخبرك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. تضافر يعني اجتمعت الحشود والجنود والمؤامرات، تضافرت القوى واجتمعت الإرادات على أن يهضموا فاطمة. وبعدين يبين أحد العلماء يذكرها، يقول يبين أمير المؤمنين عليه السلام، تدري بعد سيد البلاغة، يبين ايش قد مؤدبة الزهراء، ايش قد كتومة، ايش قد صبورة. تدري ايش يقول للنبي؟ يقول له فأحفها السؤال واستخبرها الحال. أحفها يعني لح عليها، ترى من تسألها مرة مرتين ما تجاوب تكتم، لا أحفها السؤال يلا تحكي فاطمة. سبحان الله، أحفها السؤال، لح عليها يلا تحكي لك يا رسول الله. في الآخرة في البرزخ وتلزم الصمت. شو قد صبورة، الله أكبر. فهذا مثلا. سؤال ثاني قد يطرح أيضا، يقول لك لو كان الموضوع بهالأهمية وبهالصدى وبهالثبات في الواقع الشيعي مصاب الزهراء، الشيخ المفيد ما يشكك به، والحال الشيخ المفيد شكك في مصاب الزهراء. المدعي يقول، السائل يقول شلون يا بشكك؟ قال في الإرشاد الشيخ المفيد يقول، يذكر أولاد الإمام علي عليه السلام، يقول وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت محسنا بعصرة الباب، فعلى قول هذه الطائفة يكون عدد أولاد الإمام علي 28. فيقول في الشيعة من يذكر، يعني الشيعة ما متفقين على كسر الضلع، في الشيعة الناس على قول هاي الطائفة. هذا اخواني سؤال من يجهل منطق البحث العلمي، لكل مقام مقال. الشيخ المفيد عنده هواي كتب، عنده الاختصاص، عنده المقنعة. في الاختصاص ذاكر كسر الضلع بأدق التفاصيل اللي الآن راح أقراها، اللي راح نقراها نعي زين، أنها ضغطت بين الحائط والباب وكسر ضلعها وأسقط جنينها وماتت بعد 75 يوم. هذا في الاختصاص ذاكر الشيخ المفيد زين، يقول من أثر هاي الضربة 75 يوم بعد هذا الحادث وقبضت فاطمة زين. يعني هو من أنصار الرواية الثانية الفاطمية الثانية 45 أو 75 أو 95. هذا في الاختصاص ذاكره. في المقنعة ذاكر زيارة الزهراء، السلام على الصديقة الشهيدة فاطمة. شاب الإرشاد ليش يقول وفي الشيعة من يذكر؟ هاي كلمة الشيعة قبل في زمان الشيخ المفيد يراد منها المعنى الأعم، يدخلون الزيدية، يدخلون الإسماعيلية، واضح؟ ويدخلون الاثني عشرية احنا. فيقول في الشيعة بالمعنى الأعم، زيدية، إسماعيلية، غير ذلك، فرق إلى آخره، واقفة، الشيعة الواقفة وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام. هو بشكل عام قاعد يستقصي كل النقل الشيعي. إيش قد عدد أولاد الإمام علي؟ يقول في الشيعة بالمعنى الأعم من يذكر، وهم الاثني عشرية، من يذكر أن لفاطمة محسنا كذا كذا كذا، فعلى قول هذه الطائفة يعني الاثني عشرية يكون عدد أولاد الإمام علي 28 زين. أيضا إخواني من جملة التساؤلات اللي قلت لك اللي على الخفيف يجون يشتغلونك شوي شوي الآن تشكك، تقول والله صدق معقولة زين، يتيهك عن غرضك الأول اللي هو جمع القرائن حول صدق هذا الحادث أو لا، إمكان وقوعه أو لا. قال لك مثلا النبي صلى الله عليه وآله مشهور عندنا في الوسط الشيعي أنه أسرها سرا فبكت، ثم أسرها سرا آخر
فتبسمت أو بدا عليها الرضا سلام الله عليها. فليش الأولى؟ قال لها الأولى أنا ترى هذا المرض هو رحيلي عن الدنيا. بكت الزهراء. السر الثاني قال لها أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. فإذا تقولون حادث كسر الضلع والمحسن وإلى آخره، فيصير المحسن أول اللحوق. المحسن انعصر ومات يوم الباب، ثم بعده فاطمة ب40 45 يوم أو 75 أو 95 صلوات الله وسلامه عليها على اختلاف النقل، قد التحقت برسول الله. فشلون النبي يقول لها أنت أول أهل بيتي، المحسن الأول. هذا أخواني بالتأمل بسيط جدا. احنا عندنا العوالم من بديهيات اعتقاداتنا، العوالم ذر، أصلاب، أرحام، دنيا، برزخ، آخرة. مو لا، في عالم الدنيا، من عالم الدنيا أول الملتحقين برسول الله من أهل بيته فاطمة. المحسن ما مشمول، عالم أرحام هذا ما عاش لحظة واحدة بالدنيا أصلا، ما مكتمل بعده في عالم، هم طلعوه بالقسر والقوة والضغط، ما مشمول. إذا أردت أن تأخذ العبارة على قصديتها ما مشمول، خارج تخصصا، خارج يعني تماما. فمقصود إخواني بهذا المنطق الأعوج اللي هو الالتواء على كل حقيقة لن تصل مستحيل، ستبقى في خانة المكذبين، في خانة المضعفين لمصاب الزهراء، والحال أنه ثابت جدا ثابت وواضح بين في التاريخ، علامة فارقة في جبين التاريخ أن هذا البيت اعتدي عليه. زين، بقيت عليلة متأذية الزهراء عليه السلام، يقولون منعوا عليها حتى نسوان المهاجرين والأنصار ما يطبون على فاطمة، ممنوع. فعاشت وحدها هي وأمير المؤمنين، وبدار الأحزان تبكي، وحتى السدرة اللي تبكي تحتها الشجرة قصوها. حرب نفسية، حرب من كل الجوانب، إلى أن بقيت مقعدة في البيت، جليسة البيت، جليسة الدار. ومولانا يعني ما أقول لك شنو كسر الضلع، ألم كسر الضلع، وذاك اليوم اللي ماكو طب حديث وماكو كذا وتجبير لهالمنطقة، فألم فظيع يعني عاشته فاطمة سلام الله عليها. بعض الروايات تقول مو ضلع انكسر، لا، كسر جنبها، رواية الصادق عليه السلام، يعني كل جهة الأضلاع مهشمة، صعبة جهة الأضلاع كلها. يقول ولذلك وقعت على فراش العلة، اتيقنت أنه باكر ترتحل بالليل، الليلة قالت باكر أنا مودعة يعني خلاص، وهي فاطمة بعد بين فلك النبوة وفلك الإمامة، إلها فرد وجود وإلها فرد علم وإلها فرد نورانية خاصة، باكر تموت خلاص زهراء. صلى الله عليك فاطمة، صلى الله عليك فاطمة، صلى الله عليك، صلى الله عليك فاطمة، صلى الله عليك فاطمة.